هل جسم الانسان قادر انه يرفع عربيه؟ اللي بتتفرج عليه دلوقتي ده ايدي هول وهو بيشيل 500 كيلو من على الارض في اشهر رفعه له سنه 2016 اللي دخلته موسوعه جينيس 2013. في لقاء قديم له حكى وقال ان اطباء مختصين قالوا له جسم الانسان مش مصمم اصلا انه يشيل الرقم ده من على الارض الا في حاله واحده بس، الفايت اور فلايت سيناريو، وده استجابه جسمك للخطر بطريقه اخطر منه. جسمك يا سيدي في الحاله دي بيكون عنده اكسس او وصول لقرابه ال 100% من عضلاته عن طريق الادرينالين والابنفرين. قالوا له لو في عربيه مقلوبه على مراتك وولادك ساعتها بس انت ممكن تشيل جزء من العربيه دي لمجرد انك تنقذهم. هنا بقى الادرينالين بيجي بدوره، بيزود ضغط الدم وسريانه، وبيزود حده البصر والتركيز وقدره التنفس، بيخليك تستخدم كميه كبيره جدا من الطاقه عن المعدل الطبيعي، وبيسمح لك باستخدام كميه كبيره جدا من العضلات. ولما انت تسال اللي حصل ليه، يقول حصل له حاجات بسيطه كده، نزيف داخلي في المخ على فقدان بصر لمده 10 ثواني، ووقع على الارض واتنقل للمستشفى. ولكن تتخيل انه نسى اصلا مراته وابنه. يا معلم انت كنت بتنقذهم من شويه. اعتقد انت ممكن تكون دلوقتي ادركت ليه جسمك ملمتك في حدودك لقدراتك العضليه. جسم الانسان يا صديقي عنده قدرات مستحيل تعرفها الا في حالات حرجه زي دي، وبكده تكون عرفت